البداية عمرها ما بتبقى سهلة. الطيارة وقعت والمعركة انتهت والدم مغطي نص وشه وعينيه بتتفتح بصعوبة، بتبص للفراغ بره الشباك. ازاي انسان زي ده قدر يستحمل كل الضغوطات دي؟ تعالوا نشوف هيطلع من اللي هو فيه ده ازاي. فيلمنا بيبدأ بنيكولي بيضغط على الحزام لحد ما يفتح، بيقع على الأرض، بدأ يزحف بره الطيارة رجله اليمين ومش قادر حتى يتنفس. نيكولي جواه صدمة، هو مش خايف، هو بيستوعب الواقع، الهدوء اللي بره ألعن من صوت المدافع اللي كانت في السماء. هو هنا لوحده والمسافة بينه وبين جيشه ملهاش آخر، مفيش صريخ ولا شكاوي. عينه فيها نظرة بتقول إن العياط في التلج ده معناه الموت. الساعة اللي في إيده، الزمن القديم بتاع الأوامر والرطل، انتهت ودلوقتي بدأ عدد. إيد نيكولي وهي مدفونة في التلج وبتحاول تشد جسمها لقدام. الرحلة بتبدأ بنيكولي ما بيقدرش يقف على رجله اللي متعورة، بيقعد على التلج. بيبدأ فعلا إن هو يزحف على جسمه. نيكولي بيمد إيده يجيب الجاكيت، يطلع علبة كبريت، بيحاول يولع ويتكسر في صوابعه بسبب العلبة بتقع من إيده، وبيمسح وشه وبعينه بين الشجر. ما بيقولش أنا سقعان أو مش قادر أكمل، ببساطة بيقفل إيده على الشجر، بيبدأ يسحب جسمه لقدام. السكوت هنا أتقل من الوجع بالفعل. الخطر ما بيجيش من الطبيعة بس، بيبدأ يكون في كل مكان. دورة ألمانية بتمر على بعد أمتار من الشجر اللي نيكولي مستخبي وراها. بنشوف وش نيكولي من الجنب، عينيه ثابتة على الجذع. بيشوف طرف بندقية ألمانية وسط الظل الرمادي. بنسمع دقات قلبه، الصوت الوحيد هو نفسه اللي بيطلع ويختفي في الهواء. نيكولي بيضغط بظهره على خشب الشجر كأنه بيحاول يدخل جواه. الدورة بتبعد والأصوات بتموت على عينه ويبتفل بتعب. هو كسب دقيقة ثانية، بس الفاتورة لسه بتتسحب من الروح. النهار بيخلص والضلمة بتبلع المكان. التلج الأبيض بيتحول لمهيل. نيكولي قاعد مكانه قادر يتنفس، وبعدها بيظهر القطيع اللي بتظهر ذئاب بطيئة من نيكولي. نفسه بيطلع وعينه ثابتة على رجله اللي بتنزف. نيكولي بيمد ايده، بيطلع مسدس صغير بصعوبة. نيكولي جواه هو مش خايف من الحيوانات، هو باصص للرصاص اللي فاضل. لو ضرب طلقة الصوت هيصحي الدورات الألمانية دي اللي في المنطقة كلها، ولو ما ضربش هيفضل هنا في الضلمة. مفيش زعيق، مفيش كلام في عينيه، في عينين صقر بتتحرك بين الذئب وبين المسدس. السكينة الصغيرة اللي نيكولي بيفتحها بإيده التانية، صوته واطي. المعركة هنا بقت لبعد حياة ضد حياة، والغابة مش بتحكم بقانون القوات المسلحة. نيكولي بيبص للنهر وسط الجليد، المية لونها اسود بتتحرك بتلج صغير مكسور. الخيارات اللي قدامه بتخلص بسرعة، الذئاب وراه والعدو قدامه، ومفيش مهرب غير النهر. نيكولي ما بيفكرش مرتين، بيسيب نفسه يقع في المية بتبلع جسمه، بتنزل تحت المية. بتسمع بس ضربات قلبه. نيكولي بيطلع راسه بصعوبة وإيده بتقفل على الصخر على الشط التاني عشان يسحب جسمه بره. هو مش بيصرخ من المية، ببساطة بيمد جسمه على النجيل الميت اللي على الشط وبيقفل عينيه ثواني والنفس بيطلع من صدره. نيكولي بيلاقي ملجأ مؤقت. الكوخ فاضي مفيش فيه غير سرير خشب مكسور وشوية قش. نيكولي بيقعد بيمد ايده وبيقلع البوت بتاعه أول مرة من ساعة الحادثة. صوابعه بقت زرقاء من كتر التلج. مفيش سرير، مفيش كلام. هو بيمسك قطعة صغيرة من القش وبيبدأ يدعك بيها رجله عشان يرجع الدم يتحرك في العروق تاني. بنشوف وشه من الوجع، بس عينيه باصة للشباك اللي البطل بيعملها لجسمه عشان يفضل قادر يكمل خطوة تانية في التلج. الضوء هنا بيتكسر بخطوات. دورية ألمانية وقفت بره، وواحد منهم طلع يفتش فوق السقف. نيكولي محبوس تحت، رجله مش قادر يحركها. نيكولي بيمد ايده تحت القش، بيمسك سكينة. الخشب فوق راسه بين تحت الجزمة، ما بيغمضش. نيكولي جواه اللي كان فيه وقت النهر اتمسح، لكنه هنا حاجة اللي مستني لحظة. هو مش بيفكر في الموت، بيسحب المسافة بين الباب وبين السرير مكسور. السكوت في اللحظة دي. الجندي اللي واقف اللي فوق لو نزل المعركة مش هتبقى بالرصاص، هتبقى كتم أنفاس في الضلمة. الحشرة الصغيرة اللي بتزحف على خشب الحيطة وبتتأثر. الجندي بينزل من السقف ويدخل الجوه. نيكولي مستخبي ورا باب المطبخ، مفيش كلام، مفيش أوامر. الجندي ده بيلف ظهره عشان يشوف الصندوق القديم. نيكولي بيقفل الصندوق ده. الإيد الشمال بتقفل على الجندي واليمين بتتحرك بالسكينة. الاتنين بيقعوا على الأرض وسط القش. نيكولي بيفضل ضاغط إيده على الوش لحد ما الحركة تقف. بيبص لوش الجندي الميت، ما بيقولش حاجة. ببساطة بياخد كيس الرصاص الصغير من حزام الجندي ده ويحطه في جيبه بإيديه. السكوت هنا باين إن القتل بقى عشان الخطوة الجاية تكبر. نيكولي بره الكوخ بيزحف على بطنه وسط التلج. النهاية بتبدأ تبان، بين المسافة الأخيرة هي الأصعب. نيكولي وصل للسهول، خطوط جيشه قدامه
على بعد 500 متر، بس الأرض ما فيهاش حتة يستخبى فيها، ورشاشات الألمان مغطية الممر كله. بنشوف نيكول وهو بيسمع صوت الهواء وبيصفر في ودن نيكول. هو باصص لعلم، مفيش دموع، مفيش كلام عن اللي هو فيه. بيحط صدره على التلج وبيبدأ يزحف بنفس مقطوع كأنه خلاص بيموت. السكوت هنا بيقولك إن 500 متر دول هما خلاص لعمر الراجل ده كله، يا إما يوصل ميت يا إما التلج يغطيه ويبقى مجرد حكاية تانية انتهت في شتاء سنة 1941. الزحف هنا بينتهي بقوة. نيكولي جواه حاجة خانقاه. الأمان هنا ملوش شكل، العساكر حواليه ومحفورة من الأسود. عسكري عجوز بيمد إيده لنيكولي بيديله طبق صاج فيه شوربة سخنة. نيكولي بيمسك الطبق بإيده وصوابعه مليانة من كتر التلج. الطبق بيتهز في إيديه. نيكولي جواه حاجة سكوت، جواه صوت ضرب النار بره وجري العساكر بيبان في عقله كأنه ملوش صوت. هو بص قرب البخار اللي طالع من الطبق، مش حاسس بالدفء، هو حاسس عقله جوه قوة. لسه سامع تزييق السقف ولسه حاسس بريحة القش المبلول بالدم. الاستفادة هنا إن هو عاش، بيوصل بالبطيء كأنه جرح قديم بيبدأ ينزل بالعقل. المعلقة اللي نيكولي بيحاول يمسكها وصوابعه مش قادر يجيبها، ده أمر إن هو نجا عاش، بس السيستم العصبي لسه واقف عند لحظة. بنشوف أوضة تحت الأرض مبنية من جذوع الشجر. القائد الروسي قاعد ورا مكاتب خشب عليها خريطة حرب كبيرة. نيكولي قاعد قصاده على الكرسي، رجله المصابة متغطية بشاش أبيض. التحقيق بيبدأ. السيستم مش بيعمل للأعداء بس من الموت، السيستم بيفرز أرقام. القائد بيبص لنيكولي بيقفل الملف اللي قدامه. القائد بيقول المهم إنك رجعت بمعلومات. خط الدبابات يا نيكولي، الطيارة اتعوضت بس انت لسه عندك شغل هنا. نيكولي ما بيقفش يقول له حاجة، بيفضل قاعد وظهره منحني بيبص للشاشة اللي في رجله. بيقول له أنا جاهز أطير تاني أول ما الرجل دي تتحرك. السكوت هنا هو اللي بيشرح الوجع. مفيش كلام عن وطن، مفيش هنا تمثيل للبطولة، في بس 2 عساكر عارفين ان الحرب ما بتنساش حد يعيش، وان النجاة مش معناه انك تروح البيت، النجاة معناه انك ترجع الطابور تاني عشان تدفع الفاتورة لآخر نفس. نيكولي خسر رجله بسبب رحلته، وما بقاش الطيار اللي عايز الحرية ترجع، بقى الراجل اللي فرض شروطه على الموت ورجع بنص جسد. نيكولي بيمد ايده بيطلع قفاز الطيران بيحط على رجلته السليمة، بيبص بره الشباك يشوف طيارة حربية بتمر في السماء. الراجل ده رجع من غاب بروح تانية خالص. هو ما بقاش خايف من البرد أو إن هو ضاع، لأنه عارف إن الإنسان ما بيموتش ثم في خطوة تانية جوه صدر دفع تمن حياته كلها. والنهاردة هو قاعد بيبص للسماء ومستوعب إن البطولة مش إن أنت تكون عايش، البطولة هي حاجة اللي بتعملها صح، اللي بتفضل محفورة في قلبك، في عقلك وقلبك، وبتقول للدنيا أنا كنت هنا وعشت بشروطي وسابنا فعلا قدام الحقيقة لحياتنا. احنا بنقضي أيامنا من الأيام الصعبة اللي ترميك ورا خطوط أحلامك، تقعد في الضلمة تسأل نفسك أنا فعلا هطلع من الغابة دي ازاي وأنا معيش سلاح ولا سند؟ يعني هو فعلا ولا كان معاه سلاح ولا جيش، كان لوحده. احنا بقى لما نكون فعلا في وسط غابة اسأل نفسك كده أنا هطلع من الغابة دي ازاي؟ طب أنا حتى معيش سلاح ولا سند هطلع منها ازاي؟ إن أنت تنجي نفسك إن جالي فاتورة بتتخصم من راحتك وصحتك. الدنيا مش هتطبطب عليك لما طيارتك تقع، لا ده هي هترميك وسط الذئاب والتلج زي نيكولي كده، وفي اللحظة دي مفيش حد هيشيلك، كوعك ولحمك هما اللي هيسحبوك لقدام. يا إما فعلا تسحب نفسك المكتوم لحد ما توصل فعلا، يا إما تستسلم البرد وتسيب التلج يغطي. لو أنت مكان نيكولي جوه الكوخ وصوت الجزمة فوق راسك كنت هتقفل على السكينة وتشتري حياتك، ولا كان الرعب هيشيلك وتستسلم للدور؟ وهل تفتكر إن أنت لما ترجع برجل مقطوعة نص جسم هي انتصار حقيقي، ولا الندبة دي هتفضل توجعه كل ما الشتا يدق القلب؟ اكتبولي في الكومنتات خطوة جديدة لو فعلا استوعبت ان الظروف الصعبة مش نهاية العالم، دي مجرد اختبار للي جواك. واكتبولنا وزن الحقيقة لو حسيتم فعلا ان الأوهام وصح فيكم النفس. ما تنساش اللايك الجبار والاشتراك في الجيش وفعل الجرس عشان الفيلم الجاي يكون أحسن. سلام، أشوفكم في الفيلم الجاي، خليك قريب.